سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه وعافيه. اليوم اش ندير معكم وصفه ان شاء الله تعجبكم، واللي هو طبق ساهل ماهل اقتصادي، وصدقوني نتيجه روعه روعه روعه. قبل ما نبداو نصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. واللي زارت قناتي لاول مره وعجبتها واش نقول لك، اشتركي في القناه وديري الجيم والتعليق فضلا وليس امرا، وندوزوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو بسم الله. اول حاجه هنا نفوتوا في السلق. ندير كميه تاع الزيت في مقله، ندير ايضا البصل. هنا البصل نخليه حتى يتكراميل لنا. بعد ما يتكراميل لنا نضيفوا سنينه تاع الثوم. هنا درت نص حبه تاع بصل، قطعتها بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. نضيفوا التوابل، درنا راس الحانوت وفلفل الحلو، انت التوابل يعني اللي تستعمليهم. نخليهم يتقلاو هكذا، ونضيفوا السلق اللي كنا قطعناه وطيبنا. انا هنا صراحه كان عندي السلق واجد مقبل. اللي ما عندهاش يعني عندها سلق جديد قادره يعني تطيبوا مع البصل هكذا. ونضيف ايضا كميه تاع الملح، ونخلط مليح البصل مع السلق هكذا، ونخليه يتقلى بعقله هكا. نغلق عليه ونخليه يتقلى. ندوزو لصدر تاع الدجاج. عندي هذه الكميه يعني كميه صغيره تاع صدر الدجاج عفوا. نرحي هكا في الاشوار ونديرو في اناء هكذا. نضيف له البصل. هنا درت له البصل هذاك الطويل هذاك الاخضر. نضيف له كميه ايضا تاع المعدنوس مع ملعقتين تاع لا شابلور، مع التوابل نفس التوابل اللي درتهم في السلق، كميه تاع راس الحانوت وفلفل الكحل هكذا. نضيفوا ايضا حوالي ملعقه كبيره تاع زيت نباتي او زبده، انت واش عندك في البيت. نضيف له ايضا ملعقه تاع الخل. هنا الخل تعطيه واحد البنه بزاف هايله. عندك الخل ولا لا موطارد، انت واش عندك في البيت. نضيفوا حبه تاع البيض ونخلطوا مليح المكونات. هنا نضيفوا ايضا الملح ونخلطوا مليح المكونات هكاك شغل نعجنوها. هنا شفتيها طريه قادره تضيفي لا شابلور هكذا. هنا نبقاو نخلطو حتى نشوفوا بلي زعما ما تلصقناش. هنا نجيبو كيس بلاستيكي ونبداو نعجنو فيه. هنا نديرو كميه تاع الزيت غير باطراف الاصابع باش تسرح لنا هكذا، ونبداو نسرحو. هنا هادو الاكياس يعني ننقاوهم في الديول يعني بخاتيك هكذا، ونسرحو بهذا الشكل. هنا نسرحوهم يعني السمك تاعو ما يكون رقيق ما يكون اخشين. هنا نجيبو يعني بول ولا المهم حاجه دائريه ونطبعو. هنا نحو الزوائد كما راكم تلاحظوا هكا باش نشكلو لي سوفلي. هنا نجيبو سلق لازم يكون بارد هكذا. نديرو كميه تاع السلق مع الفرماج. هنا الفرماج اللي عندك اي نوعيه عندك في البيت ديريها، ما عندكش قادره تستغني عليه. لكن صراحه كي تضيفي الفرماج يعطيه واحد البنه بزاف هايله هكا. نديري بابليا كي تاكلي في السلق هكا. هنا نبداو نشكلو في السوفلي. هنا شوفوا الكيس البلاستيكي شحال يساعد في الخدمه. يعني نقلبوا هكا بالكيس بلاستيك، يعني ما تقلبيهاش هكاك وحده يعني عادي تتغسل لك. كي تقلبيها بالكيس بلاستيكي يعني بخاتيك تعطيك نتيجه بزاف هايله كما راكم تلاحظوا. هنا شكلنا الحبه الاولى، لازم ندير معكم الحبه الثانيه بنفس الطريقه كما راكم تلاحظوا. سهله مهله وصدقوني النتيجه بزاف هايله هكذا. نديرو بنفس الطريقه، نديرو كميه تاع السلق يعني الحجم تاع الدائره كيما حبيتي كبيره حبيتي صغيره قادره تزيدي تصغريها يعني لك الاختيار هكا. ونقلبوا بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا، يعني خدمه سهله مهله. هنا نعبزو مليح باش ما يخرج لناش الحشو كي يكون يتقلى هكذا. وهذا هو الشكل. نسووها مليح ونتحصلوا على سوفلي بولي هكا. نزيد ندير معاكم بنفس الطريقه هكا. نسرحوها كما قلت لكم. السمك ما يكون رقيق ما يكون اخشين، يعني كميه صغيره تاع الصدر تاع الدجاج وعطاني نتيجه بزاف هائله هكا. كما قلت لكم نحو هادو الزوائد باش تسهل لنا في الخدمه. ونديرو السلق هكذا.
نديرو الفرماج. انا هنا درت فرماج موندور مع فرماج شيدار، وانتي اي نوعيه كما قلت لك اللي عندك. هكذا بنفس الطريقه حتى نكملوا كامل الكميه تاع تاع الدجاج. هنا ندوزو باش نقليوهم. ندير كميه مليحه تاع الزيت، ندير كما قلت لكم كميه مليحه تاع الزيت مع نص ملعقه كبيره تاع الزبده، نخلوها تذوب هكا كما راكم تلاحظوا. ونديرو هذا لي سوفلي اللي كنا وجدناه هكذا نقليوهم. هنا حتى تسخننا الزيت نديرهم باش يتقلاو. هنا حبيتي تقليهم حبيتي ديريهم في الفور يعني، لكن كي تقليهم يعطيكم واحد البنه مليحه هكذا. يعني بربع صدر تاع الدجاج عطاني كميه لاباس بيها هكا. يعني نقلبها، ما حبيتش تقلب هكذا. هنا كي كنت نقلي فيهم واحد الريحه كانت يعني بزاف هايله هكذا حتى يحمروا بهذا الشكل. هنا نعبزو باش يطيبوا لنا مليح من في الاطراف منايا، نوقفهم هكذايا ونخليهم يتقلاو. هنا بعد ما نحيناهم كامل، بعد ما طابوا لنا نحيوهم عادي. وفي هذيك المقله اللي كنا قلينا فيهم هذوك لي سوفلي نديرو كميه تاع البصل، ونضيفو نديرو ايضا راس الحانوت يعني التوابل، ونديرو الزيتون. هنا عندك زيتون، عندك الشامبينيون، يعني واش عندك في البيت. هنا صراحه ما كانش عندي شامبينيون، كنت حابه نديرو بالشامبينيون يعني ما كانش عندي وما كاش لي راح يشري لي، صافيك درتو بالزيتون يعني. وهذه هي، هذا هو. هنا نخلوه يتقلى، ضفت له كميه واحد الكاس تاع الماء خليته يتغلى. بعد ما اتغلى لنا ضفت الفرماج كما قلت لك، الفرماج اللي عندك. ومن بعد كي درت له الفرماج ضفت له ايضا القشطه. هنا كانت عندي قشطه هذيك تاع الباطه، ما عنديش هذيك ليكيد. ايضا طلعت لي نفس البنه ونفس النتيجه هكا. نخليها هكا باش نحلحلها باش تذوب لي كامل هذيك الفرماج مع الكريمه الطازجه، وهكا حتى تعقد لنا لاصوص وتكون واجده. وهذا هو الشكل بعد ما وجدت لنا كما راكم تلاحظوا. جات بزاف هايله، جات عاقده، جات بنينه. صدقوني جربوها واكيد راح تعجبكم يعني بالزيتون، وجات بزاف بنينه. انا صراحه هذه الصوص بلانش نديرها بالشامبينيون، ما كانش عندي درت بالزيتون. وهذا هو الشكل بعد ما وجدناهم كما راكم تلاحظوا. طبق سهل ماهل اقتصادي بوغ موا، مكونات بالك كاينه في البيت، وتقدري تحضري طبق بزاف بنين ويعني بريزونطابل. ان شاء الله يكون نال اعجابكم وتجربوه لعائلتكم ولضيافكم، وعلاش لا. ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. واذا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تجاوبوا بتعليق محفز، نتقبل حتى انتقاداتكم واقتراحاتكم. وفي الاخر واش نقول لكم؟ تهلاو في رواحتكم وبزاف بزاف صحياتكم. مع السلامه.